أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست زينة توكس. كنعتذر على الغياب الطويل، ما قدرتش للأسف نوفي بالوعد ديالي ونكون دائما في الموعد لظروف خارجة على إرادتي، ولكن هذه المرة قلت خلاص غادي نجلس وغادي إن شاء الله نكمل معكم سلسلة رحلة التشافي. الحلقة ديال هذا الأسبوع غادي تكون على تجربة المستشفى، الإقامة في مستشفى الأمراض النفسية والجسدية. ملي الواحد كيسمع مستشفى الأمراض النفسية أو مستشفى الأمراض الجسدية شنو كيفكر، شنو يقدر يتخيل؟ نعطيكم نبذة على البرنامج اليومي اللي كان عندنا، شنو تعلمت، كيفاش كانت تجربتي، يعني هكذا صورة بسيطة باش الإنسان يكون عنده واحد التصور. وفي الاخير غادي نقول لكم طبيعه الحال شنو استفدت وكيفاش خرجت، واش كيما دخلت كيما خرج او لا. تبعوا معايا ان شاء الله تفاصيل في هذه الحلقه. و يلا نبداو. ربما اول سؤال غيتبادر للذهن ديالكم، كيفاش جاتني الفكره، او علاش المستشفى، او لا علاش انا قررت اصلا نمشي للمستشفى، خصوصا بسوشوزوماتيك اللي كانت فيه اطول مده واللي هو غنهضر عليه بزاف في هذه الحلقه ان شاء الله. اول حاجه، انا عمري ما فكرت غنمشي المستشفى، ولا عمري كان عندي فكره، ولا حتى انني تخيلت في يوم من الايام غنعيش هذه التجربه. وكيف ما كتعرفوا، بما انني غنهضر على العلاج في المانيا فقط، اللي انا جربته، اللي انا عرفته وتعرفت عليه، ما عنديش درايه بسيروره العلاج في مكان اخر ابدا وبتاتا، خصوصا ان تخصص بسيشوزوماتيك اللي هو الطب النفسي الجسدي هو قليل، شيئا ما جديد وما كاينش في بزاف ديال الدول، وحتى في المانيا هو مستشفيات قليله. فانا غنهضر فقط على تجربتي الخاصه. مسألة القرار، كيف ما أي واحد كيعيش في ألمانيا كيعرف أنه باش يمشي لواحد المستشفى هي مسألة كتكون فقط في حالة مستعجلة، في حالة حرجة، وما كيكونش قرار شخصي. يعني ما يمكنش انت تجساكك وتمشي عندهم السلام عليكم، ما يمكنش. هما كاين واحد بروسيس من مور هادشي كامل اللي خصو يوقع باش الانسان ممكن يدخل للعلاج السريري. انا غنهضر على تجربتي الخاصه فقط، كيف ما انا عشتها. طبعا كما قلت لكم ما عمري كانت عندي النيه، ولا عمري فكرت، ولا عمري عرفت ابدا. ولكن انا للاسف كان الوضع ديالي جدا سيء، وتعرضت لواحد الحادث من دون ذكر تفاصيل. كان واحد الحادث اللي على اثره مشيت للمستشفى، والفحوصات هي اللي قررت انه انا خصني نتعرض على المستشفى، مستشفى الطب النفسي اولا. ف في تجربتي الاولى اول مره غنمشي بسيشياتري، كان بالنسبه لي بحال الشوك. اولا الحاله ديالي ما كانتش كتسمح نفكر بزاف، لانني كنت في واحد الحاله جدا سيئه، لانه الانسان من كيوصل لواحد المستوى ديال فقدان السيطره على راسو، هي شيئا ما، هذه ماشي شيئا ما، وانما هي حاله بشعه وحرجه وصعيبه. ف ما كانش عندي تصور، وحتى ما كنتش عارفه راسي اش كندير تم ولا اشنو غيوقع. ولكن هاد القرار او هاد الخطوه هي كتساعد بزاف في التشخيص الدقيق، لانه انا اول حاجه عرفتها فاش دخلت للسبيطار ولا المستشفى هي انه الدياغنوستيك، يعني التشخيص اللي كان عندي هو تشخيص غلط. يعني انا عشت مده طويله كناخذ ليتسيوم اللي هو الدواء ديال اضطراب ثنائي القطب، ولكن اول حاجه من بعد الفحوصات الاوليه الاطباء يقول لي لا، انت ماشي ثنائي القطب. فهذه اول حاجه عرفتها. علاش؟ لانه نقول لكم واحد الحاجه، ملي كتكون كتبع عند طبيب نفسي يقدر يكون، يعني هذا وارد جدا في الطب النفسي انه يكون التشخيص غلط، لانه الاضطرابات او الامراض كتكون جدا متقاربه الاعراض ديالها، والتشخيص كيعتمد بزاف على الحياه ديال الشخص وعلى التجارب اللي عاش الى غير ذلك. والتيست او الفحوصات اللي كيعملوا كتاخذ شويه وقت، خصها تدار وتعاود. فالطبيب هنا ما كيكونش عنده الوقت، ولا ربما ما عندوش واحد المساحه اللي كتسمح بهذه الدقه كلها في الفحوصات. فالمستشفى تعطيك هذه الفرصه ديال التشخيص الدقيق، وشحال ما كانت الاقامه طوال شحال ما كيكون التشخيص ادق،
ولانه باش تعرف المريض وباش تعرف عليه مزيان كياخذ وقت طويل. فاول حاجه انني حصلت على واحد التشخيص اللي هو دقيق شيئا ما لانه الاقامه ديالي ما كانتش طويله في هذا المستشفى. ومن بعد تم اتخاذ القرار او لا حولوني من هذاك المستشفى بسيشوزوماتيك اللي هو طب النفسي الجسدي. فهنا غتبدا التجربه ديالي الحقيقيه، لانه الا قلت لكم بسيشياتري كانت هي اقامه ماشي طويله مو واحد الفتره، وتما كان شويه وضعي كان غير مستقر. وثانيا في البسيشياتري كيكونوا ما كيكونش واحد الفلتة، يعني كتلاقى مع جميع الناس، التشخيصات المختلفه، الامراض كاينين اللي كيسدوا عليهم الناس اللي كيكونوا خطر على المجتمع، اللي خطر على راسهم. كان واحد الارتباك بالنسبه لي، واحد الشوك. هذاك الشيء كله اللي عشت بحال اللي عاد ما زاد ازمني، عاد ما زاد ضعت تهت خفت من بزاف د الحاجات. فبسيشوزوماتيك كان شيئا ما اهون، كان جدا هادئ. لقيت ناس تقريبا كيكون عندكم دياغنوستيك متشابه جدا، كتقدر تعيش معاهم، فكتقدر تركز على راسك اكثر. فهذه النقطة الأولى اللي كانت واش أنا قررت أو كيف جاء القرار ديال باش نمشي للسبيطار. هو كان قرار ماشي اختياري، وإنما كان قرار إجباري. وهكذا بدات القصة ديالي. ففوكس اليوم غنديرو أكثر على البسيشوزوماتيك اللي أنا دوزت فيه أطول من مدة أطول، تقريبا 7 شهور. فغادي نشارك أكثر تجربتي، لأنه هو اللي عرفت فيه راسي أكثر وتعلمت فيه أكثر وعشت فيه تجارب مختلفة، بحكم أنني عشت يعني كنت فيه مدة طويلة. دابا إن شاء الله النقطة الثانية، يعني قبل ما ندخل السبيطار كيفاش كنت أنا بصفة يعني بعجالة. كما قلت لكم كان الوضع ديالي سيء، كنت في واحد الحالة اللي ما كانش عندي سيطرة على راسي بزاف، كان عندي واحد التيه، واحد الضياع، واحد الظلام، واحد الفراغ. كان بصفة عامة كان واحد الاكتئاب حاد وأشياء مصاحب بأشياء أخرى. يعني هذا يعني الوضع بصفة عامة. من وصلت لبسيشوزوماتيك هنا غتبدا القصة الحقيقية. البرنامج، يعني انه هنا ملي كنهضروا على البرنامج العلاجي في هذا المستشفى، انت كتعامل مع ناس اغلبهم 99% ديال الناس تما كيكون عندهم اكتئاب وكتكون عندهم اضطرابات نفسيه. فانت باش تخرج واحد الانسان من الاكتئاب كتحاول تبني ليه روتين جديد، لانه هذاك الانسان دار واحد ستوب في الحياه ديالو، هو ما بقاش كيشعر اصلا بشي اهتمام يدير شي حاجه الى غير ذلك. الاحساس بالفراغ، هذا احساس بشع جدا، هذاك الفراغ اللي كيشعر به الانسان، هذوك تبلد المشاعر، انه راه ما كتبقى تشعر لا حزن لا فرح، واحد الموت، واحد الجمود كيكون كيعيشو الانسان وكيشعر به. فهنا كيكون واحد البرنامج صارم، انه نتوما فاش كتدخلوا للمستشفى وكتبداو العلاج، انت راه بحال كتوقع واحد العقد بينك وبين المستشفى انه انت غادي تلتزم بالبرنامج ديالهم. فهنا كيجي ايضا دورك اللي هو خصو يكون كبير. راه شحال ما انت كان عندك تفاعل مع العلاج ومع البرنامج، شحال ما انت كتستافد. انه هما الا شافوك انت ما كتفاعلش او ما كتلتزمش، هنا كيكونوا يا اما صافي كيخرجوك، يا اما صافي كيقول لك زعما يعني ما تكونش نتيجه مع هذا الشخص، يا اما انت كتضيع في نفسك. فكنتمنى، كنظن هذا غالبا ماشي شيء اختياري، ما كنتمنى الواحد او الانسان يحاول ما امكن يلتزم. هو ماشي سهل ابدا، عشته وجربته، ولكن المحاوله انا دائما كنقول واخا غير 1% تقدر تعطيك نتيجه على ما دير والو. فهنا البرنامج كيبدا مع 7 الصباح كتكون انت جالس باش دير فيدباك على الليل ديالك كيفاش داز، لانه اغلب الناس طبعا اللي سمع عندهم اضطرابات نوم. فكيبدا مع 7 الصباح وكيسالي مع 5 العشيه. هي الحصص الصباحيه كتكون مهم. اولا انت فاش كتدخل المستشفى كتقسموا الى مجموعات، كيكون انت مثلا كتدخل عندك مجموعه ديالك، هاد المجموعه هما اللي كتبقى دير معاهم العلاجات الجماعيه، اللي كدير معاهم ثيرابي في جروب.
كدير معاهم سبور الى غير ذلك. هاد الجروب ديالك تيبقى عندك تقريبا حتى كتخرج، الا لا بطبيعه الحال كاين اللي كيخرج قبل اللي بعد كيجيو اشخاص جداد، مي كيكون عندك واحد الجروب اللي معروف الاطباء ديالكم، معروف الاطباء اللي كيديروا معكم الجلسات، المعالجين اللي كيجلسوا معكم، كتكونوا مجموعات. فهاد البروغرام كيبدا مع 7 الصباح. اول جلسه كتجلسوا نتوما كجروب، كتهضروا على الليل ديالكم، كتهضروا كيفاش كتحسوا، واش نتوما مزيانين، واش عندكم شي حاجه، يعني باش هما يعرفوا ايضا كيفاش غيكون النهار، كيفاش هذاك الشخص الحاله ديالو، شنو يقدروا يديروا، شنو اللي ما يديروش. من بعد الفطور وكذا كيكونوا علاجات. واغلب الصباحات اغلب العلاجات او الحصص اللي كتكون مبرمجه هي حصص جماعيه تعليميه. يعني غالبا الا ما كانش عندك جلسه مع طبيب او معالج ديالك في الصباح، فكتكون هي كيكونوا عندك ثيرابي تعليميه، يعني كتدخل كتعلم فيهم، كتقرا على الاضطراب، كتحاول تفهم من جا شنو السبب ديالو، بعض التصرفات، علاش الواحد مثلا كيفقد السيطره، مثلا كيفاش كيبقاو يجيبوا لك مثلا امثله حيه من الحياه مع الناس، مع الاصدقاء، مع العائله، كيفاش تقدر تتعامل معاهم. كنكونوا بحال كنلعبوا واحد بحال كنكونوا فوق شي سين ولا كنكونوا في مسرح، وكيجيبوا لك مثلا الحاله، انت تحطيتي مثلا في هذا الموقف وكيفاش غادي تتعامل معاه. كيعلموك اهم حاجه كان عندنا واحد الحصه خاصه بالحدود، كيفاش دير الحدود ديالك، كيفاش تعلم تحط حدود للناس، للمحيط، لنفسك الى غير ذلك. فغالبا في الصباح غالبا كيكونوا علاجات او حصص هي تعليميه. من بعد البوز ديال الغداء كيجيو عاوتاني، لانه العلاج منقسم: العلاج النفسي، العلاج الجسدي، والعلاج الابداعي. يعني كنا كنديروا العلاج النفسي، كتكون عندك دائما جلسه مع معالج، جلسات مع معالج ومع طبيب نفسي. وكاينين الجلسات ديال العلاجات الابداعيه اللي كنديروا فيها ثيرابي ديال المهم كيكون الرسم، كاين الكونست، ما عرفتش كيفاش، يعني المهم كديروا هذوك الاعمال اليدويه. كاين ديال الموسيقى، ماشي موسيقى اللي كنعرفوا، هي موسيقى خاصه بالعلاج كيكونوا عندنا جميع انواع الالات، كيكون واحد ثيرابويت مختص في هادشي ديال الموسيقى، كيكونوا مهم هاد الانواع من العلاجات الابداعيه. تيكون العلاج الجسدي انه كنديروا سبور، كنا كنديروا بزاف بيلاتس، كنا كنلعبوا حتى كنخرجوا كنمشيو في الغابه، كنا كنلعبوا كره، كانوا بزاف ديال الانشطه المتنوعه. والعلاج النفسي اللي هو كيكون منقسم لعلاج فردي وجماعي. كاينه ثيرابي اللي كدوزها بوحدك مع المعالج والطبيب كما قلت، وكاينه حصص اللي كدوزها مع الجروب ديالك، كتكونوا مع طبيب، يا اما كيكون مدير الاطباء، دائما كيكون واحد، كيكونوا جوج الاطباء، مدير الاطباء وكيكون طبيب واحد اخر مختص، وكديروا هذيك الثيرابي نتوما والجروب ديالك. وصافي من بعد 5 د العشيه كيكونوا عندكم وقت حر، يعني اما كتلاقى مع الناس في السبيطار، كتجمعوا، كديروا شي حاجه، كتخرجوا، حسب اصلا القدره ديالك النفسيه، حيت فاش كتكون في المستشفى كتكون شيئا ما مرهق. هادشي اللي كنعاود لكم ربما كيتسمع زوين ومقاد وهذا، ولكن الانسان من كيوصل لهذاك المستوى وكيدخل في هذا العلاج راه كيكون منهار تماما، ماشي حاجه سهله ولا زوينه غنتلاقاو غنخرجوا غنلعبوا، نو كيكون كل واحد هز واحد الجبل وغارق فيه، وغالبا ما كنا كنديروا حتى شي حاجه. يعني مر 5 يعني كتحاول تقرا، تعلم شويه، ترتاح حسب الوضع ديالك النفسي ببساطه. فهذا البرنامج هكا كيكون. بطبيعه الحال في المستشفى كيكونوا ممرضين اللي مختصين في هذا المجال، فحتى الا كنتي كتحس براسك ماشي مزيان كتمشي عند شي واحد كيقدر يهضر معاك، كيقدر يدير معاك شي جلسه بسيطه. بطبيعه الحال هو ماشي مختص بزاف بحال معالج او طبيب، ولكن حتى هما مكونين في هذا المجال اللي يقدروا يعاونوك في هذوك اللحظات اللي شويه صعابين، كنتي محتاج تهدر كيهضروا معاك، كيعطيوك مثلا تيبس كيفاش تتعامل مع شي حاجه. مهم كتلقى دائما شي واحد جنبك، ما كتكونش بوحدك. وهكا البرنامج تقريبا هو برنامج صارم، ماشي زعما ما تقدرش تغيب، شويه صعيب انك تغيب شي حصه الى غير ذلك.
فانا كنت كنشوفو برنامج صارم. غادي ندوز نهضر دابا على النقطه ديال التفاعل مع المرضى. يعني نتوما فاش كتدخلوا حنا كنكونوا جو بونس الماكسيموم الماكسيموم اللي كيكون في المستشفى هما 20 شخص. ما كنظنش ممكن اكثر من 20. جو بونس حنا كنا شي 18 كنتذكر، ما بقيتش عاقله مزيان. وكما قلت لكم دابا الانسان فاش كيجي وكيبدا داك العلاج هو كيكون في حاله غير جيده بتاتا. يعني كتكون انت غير مؤهل لا غدير علاقات مع دوك الناس، وحتى هما غير مؤهلين وماشي مستعدين. كل واحد عايش في العالم ديالو، في الهموم ديالو، في هذاك الالم اللي عنده. لانه الواحد ملي كيوصل تما كيكون يعني مرهق جدا، ما عندوش القدره باش يدير حاجه جديده. فكان شيئا ما هادئ جدا، لان كنت كنحس كل واحد عايش في العالم ديالو، سد عليه. ما كناش كنتشاوفوا، ما كناش كنتلاقاو من غير في الحصص الجماعيه. من بعد ما دازت واحد المده، يعني في الاول الواحد كيحتاج وقت باش تعرفوا على بعضياتكم، باش تبداو تثقوا في بعضياتكم، باش تقبلوا بعضياتكم. لانه كل واحد والاضطراب اللي عنده ولا المشاكل اللي عنده، كاين اللي لا يحبذ ابدا يفتح علاقه جديده ولا يخلي شي واحد يتعرف عليه، والعكس تماما. كاين اللي شويه كيكون اوبن الى غير ذلك. ولكن انا كتجربه الناس اللي كنت معاهم صراحه خدا من وقتي، خدا بزاف د الوقت باش اننا اوكي ودوزنا تما تقريبا واحد نص عام. يعني وصلنا لواحد النيفو ديال في الاخير بصح بغينا بعضياتنا، ولينا في الاخر ولينا كنتلاقاو في العشيه كنجلسوا، لانه كانت عندنا غرفه غير ديال بحال السينما فين كنجلسوا كنتجمعوا كنتفرجوا كنقراو شي كتاب كنتعلموا شي حاجه. ففي الاخير كان وقت زوين بزاف مع بعضياتنا. وكنتي كتحس انه بصح الناس بداو كيتحسنوا وبدات الصحه ديالهم كتكون مزيانه. وكنت كنفرح فاش كيخرج شي واحد، وكنا كنبكيو على بعضياتنا. ربما لان ما عندناش كونتاكت، حيت انا عارفه اغلب الناس ما كتبغيش تفكر هاد التجربه شويه مؤلمه. ربما هما باغيين يبداو واحد الحياه بعيد على هاد التجربه، وانا كنحترم هاد الشيء. يعني ربما حنا ما خديناش كونتاكت ديال بعضياتنا، او كنظن كنا خدينا ولكن ما بقاش كونتاكت. ولكن كنتفهم انه ربما كاين بعض الناس اللي باغيين يمحيو هذه الذكرى من الماضي ديالهم، ولا ما باغيش يبقاو يتفكروها. وكاين ربما العكس تماما، كاين ناس اللي بقى عندي معهم كونتاكت جميل جدا فين ما احتاجنا بعضياتنا. فتفاعل يعني مع الاخرين كان في الاول صعب، كانت مسافه بيناتنا كبيره، كان خوف، وكان يعني ايضا تخوف من الناس كيفاش غتكون رده الفعل ديالهم حسب المشاكل اللي عندهم. فكتكون شويه فيك بزاف ديال الشكوك. ولكن مع طول المده وبكثر يعني زعما الثيرابين او الحصص اللي كنا كندوزو مع بعضياتنا، مع الوقت ولات العلاقات اجمل، وكان ود، وكانت زوينه، وكانت خفيفه، بقات بالحدود ديالها. وكنتفكرهم كنتمنى يكونوا بخير حيت كانوا كتبوا لي رساله فاش كنت نخرج، وزعما فرحت بزاف. وكنتفكرهم ديما فين ما كنفتحها كنتفكرهم، وكنتمنى يكونوا تجاوزوا هذيك المرحله وكيعيشوا مزيان. حيت تقريبا كنا كلنا تقريبا واحد 80% نفس العمر، كنا في نفس العمر، كنا كلنا زعما ناس ناجحين كيديروا بزاف الحاجات زوينين في حياتهم. ولكن دوزوا تجربه خايبه، ولا كان هذاك هو الوقت اللي خصهم يشوفوا فيه الداخل ديالهم ويديروا ستوب ويرتاحوا. ربما كنا كلنا نقدروا نمروا بهذه المرحله. ولكن هذا التفاعل اللي كان مع الاخرين بصفه عامه. غندوز النقطه ديال شنو هما التحديات اللي كانوا بالنسبه لي انا في المستشفى. التحديات غنهضر هنا على الايجابيات، النقط الايجابيه، وعلى التحديات ايضا. التحديات كنظن ذكرت دابا هذيك النقطه ديال انه انت كتعرى امام نفسك كاع داكشي اللي هربتي منه، كاع داكشي اللي ربما عمرك انتبهتي ليه، وانتبهتي انه كيأذيك، وانتبهتي انه كيأثر فيك، كله كيتعرى قدامك. وكتولي واقف قدام شخص جديد، كتواجه نفسك من جديد. عرفتي اشنو هي تكون كتهرب من راسك
ومن بزاف د النقاط، او تكون ايضا جاهل على راسك بزاف د الحوايج ويتعروا قدامك ويبانوا في واحد الشاشه كبيره بوضوح، ماشي سهل. كتولي كتشك في راسك، خايف، مرعوب، شنو غندير، اشنو هاد الشيء، كيفاش غندير ليه، واش غنقدر نرجع انسان سعيد، واش غنقدر نرجع انسان متوازن، كيفاش غدوز هاد التجربه، كيفاش غتكمل. هذا التحدي رقم 1، هذا اللي كتكون نتا عايش مع راسك في واحد الدائره مغلقه سوداء. التحدي الثاني هو المجتمع والمحيط. يعني انت راه كتولي بحال عليك واحد الطابع مطبوع على الجبهه ديالك. اولا المحيط ما كيتقبلش، كاين اللي ربما ما كيتقبلش انه اصلا انت درتي هذه الخطوه ولا قبلتي هذه الخطوه، ما كيامنش اصلا بوجود هذه الاشياء، كيكونوا تجاوزات كثيره، كيكون الم. يعني فوق ما انت كتعاني وكتواجه الالم ديالك، الناس كتزيد تألمك اكثر، يا اما كتجاهلك او كتجاهل المرحله اللي كتمر بها وكتكون انانيه وكتفكر غير في راسها وداكشي اللي كتامن به وداكشي اللي هي بغات، يا اما كتزيد تجرحك اكثر. فكتكون يعني هذا ايضا تحدي كبير وكيأثر على العلاج، لانه الانسان ملي كيكون كيتعالج سواء جسديا او نفسيا، نشوفه مثلا جسديا، انسان عنده مشكل جسدي وكيتعالج، كيكون واحد الالتئام، واحد التعاطف، واحد الود. مع ان انا انسان كنكره التعاطف، واخا كنحاول نتفادى نستعمل كلمه الكره، ولكن انا لا احب التعاطف بتاتا. ولكن كتشوف انه كيكون على الاقل كيف ما كنقول احترام للفتره التي يمر بها الشخص، كيكون احترام، تيكون تقدير، تيكون واحد التفهم. وهذا كنلاحظ انه يغيب تماما او بنسبه كبيره ملي كيخص الامر العلاج النفسي. فهنا كرا قلت لكم كيتحط عليك واحد الختم نيجاتيف، كتولي تشاف انسان هذاك هارب ليه الفريخ، كاتاستروف، يعني الى غير ذلك. نتوما عارفين وانا عارفه كيفاش تتكون نظره المجتمع، المحيط، البيئه، هذا كيزيد يأزم الوضع. مع انه انت كتعرف على داك راسك الجديد وباقي حتى ما تقبلتيش معاناتك ومشاكلك وداكشي كامل اللي خصك تخدم عليه وديك اعاده البرمجه والى غير ذلك، كتولي المعاناه ايضا لهذيك النظره ديال المحيط، ديال الناس المقربين الى غير ذلك. ها اللي كيمشي في حاله، ها اللي كيقلب، ها اللي كيقول لك كلام كيزيد يجرحك، ها اللي كيضغط عليك، ها اللي كيدخل فيك، ها اللي كيقول لك لا، كيدخل الدين، كيمزج هادي مع هادي الى غير ذلك. هذه كانوا نوع من هذا كانوا اكثر التحديات، او هذه هي التحديات اللي غالبا كتواجه اي انسان كيمر في هذه المرحله. ايجابيا غنتكلم عليها كنظن في الاخير، ملي غنعطيكم الخلاصه ديال الامر. الا جيت نقيم التجربه بصفه عامه، واش انا كنت قلت لكم في اول الحلقه، واش انا كيف ما دخلت للمستشفى كيما خرجت منه؟ لا ابدا، انا خرجت اسوأ من ما دخلت. ربما تستغربوا، اوكي، طبعا تعلمت الكثير على نفسي، قريت، تفتحوا عيني على بزاف د الحاجات، اكتشفت الكثير من الاشياء، ولكن نفسيا خرجت مرهقه اكثر من ما دخلت. ولكن هذا طبيعي، لانه انت كتزيد كتعرف راسك، كتولي كتفهم علاش انا وصلت لهذاك المستوى اللي خلاني ندخل ونبدا هذه الرحله. وملي كتعرف الحقائق وكتكثر قدامك وكتحط النقط قدامك بوضوح، وكيولي قدامك تحدي كبير ديال اعاده البرمجه وديال التمرين وديال توصل لواحد الاستقرار واحد التوازن نفسي، راه طبعا ما تيكونش سهل. وعلى فكره في المستشفى قبل ما كتخرج راه كيبداو يدربوك اسبوعين قبل على داك الانفصال، لانه انت كتكون في المستشفى داير بك طاقم طبي 24 ساعه، عندك انسان تينتبه عليك، تيحس بيك، تيفهمك، اي حاجه وقعت لك تقدر تمشي تهدر عليها وتفرغ بطرق يعني علاجيه في مستوى رفيع.
فجأة غادي تكون بوحدك، فجأة ما غيبقاش عندك بروغرام مصاوب مقاد، غتفيق في هذا الوقت، غتاكل في هذا الوقت، غتمشي هنا في هاد الثيرابي، غدير هاد الثيرابي، هذا فري تايم ديالك الى اخره. فجأة غتكون واقف بوحديتك وخاصك تنظم حياتك، وخاصك توقفها على رجليك، توقفها على رجليها وتنطلق من جديد وتحط اهداف جديده وتخدم عليهم. وهما عارفين اكيد انه حنا من غنعاودو نبرمجو هاد العقل ديالنا وهاد الراس ديالنا وهاد النفس ديالنا راه غتفشل 10,000 مره وغتنجح مره واحده. يعني خصك نفسيا تستعد، لانه هاد الحاجه ما غتكونش سهله، هذاك الانفصال غيكون صعيب. وفعلا انا الا قلت لكم بعد المستشفى كنت اسوأ من قبل وساءت حالتي كتر من قبل، هذا طبيعي وصحيح ومتوقع غالبا. ولكن اللي عاونني كتر هو انني التزمت بالعلاج، بقيت كندير ثيرابي. وانك دير ثيرابي كما كنقول دائما وكنكرر غير كافي بتاتا ان لم تكن تتفاعل. الا ما كنتش كتفاعل، الا ما كنتش كتاخد الامور بجديه، الا ما كنتش كدير التمارين وكتسقط فيهم 20,000 مره وديما كتعاود نفس الغلط على امل واحد النهار غادي تنجح فيهم، ما غاديش تعاونك ثيرابي. وغتكون غير كتمشي كتجلس كتبقى تهدر وكتفرغ في هذيك الساعه وكترجع في حالك، ما عمرك ما غيتزاد عليك شي حاجه جديده، ولا غادي تتطور ولا غادي تتحسن. وما تنتظرش هاد الحاجه، حيت انا اؤمن ان العلاج اوكي ناخذ ادويه الا كان عندي وضعي كيحتم عليا ناخذ ادويه، غناخذ الادويه ديالي، ولكن انا عندي الكومبي ديال الدواء والعلاج السلوكي المعرفي. يعني نمشي ندير ثيرابي عند معالج نفسي هما كيكملوا بعضياتهم، ما يمكنش نفرقوهم. في حاله ما عندكش الدواء، عندك حاله لا تستدعي انك تاخذ واحد الدواء، العلاج المعرفي السلوكي هو كيف ما كنقول انا ديما وكيف ما كنآمن به هو شانس، هو حظ البدايه جديده. ولكن الا كنتي كتطبق، الا كنتي بغيتي تبدل، اوكي انا عارف هذا هو المشكل اللي عندي، هذه هي التجارب اللي دزت منها، هادو هما الحوايج اللي خصني نبدلهم ونخدم عليهم باش نوصل لواحد المستوى واحد الاستقرار نفسي، راه ما توصل حتى شي حاجه. خاصك توعب هاد الحوايج ونحطهم قدامي. اما باش انني صافي انا القدر ديالي وهذا الشيء اللي وقع لي وغنبقى نبكي عليه ونبقى نتفكر ونبقى نشوف راسي ديما انا ضحيه، ما غينفعك هادشي في حتى شي حاجه، وغتبقى ديما في نفس المستوى وغتبقى دائما نفس الشخص. الا قلتي ناين صافي القصه سالات، عشت ودزت، دابا خص الانجاز، خصني انا نخدم على انا ما بغيتش هذا الشخص، انا ما متقبلوش هذا الشخص، انا ما غير فخور به، هذا الشخص خصني نصلحه ونرمم ونقادو. كنتمنى الناس توعى بهاد النقطه، لانه باش نمشي وندير ثيرابي ونسمع ويهضر معايا ثيرابوت ويسمعني ويحس بيا ويعطيني واحد المسار ويعاونني نرسم واحد الطريق، زعما غير كافي انه غير نمشي ونسمع. الا ما كنتش كنتفاعل وما كنتش كنحاول، انا ديما كنقول حاول صافي، غير نحاول، ما كنطلبوش انجاز في الاول، كنطلبوا محاوله، واهم حاجه المحاوله. والمحاوله مع انه ما غاديش ننجح من الاول، غادي نفشل اكثر ما غنجح، لانه هنا كنهضروا كما قلت لكم برمجه العقل راه حافظ، يدي كنحطها هكا بلا ما نحس، كنمشي نتوضا انا هاك ناعس فايق، عقلي حافظ دوك الحوايج. كنهضروا على برمجه كتاخذ وقت باش نبرمج السلوك ديالي ونبدل داك الحوايج اللي تلقنوا وتغرسوا وتزرعوا فيا وحليت معاهم عينيا واداوني والموني الى غير ذلك، كياخذ وقت. يعني تكونوا مستعدين لهذه النقطه. الان حاليا وبعد مرور سنين غادي تسولوني على تجربه المستشفى، غنقول لك انا ممتنه ان الله تعالى خلاني ندوز من هذيك الطريق ونتعلم هذاك الشيء كامل ونعيش هذيك التجربه ونوصل لهذا الشخص ديال دابا. يعني بعد ما مر هذاك الشيء كامل ومر هذاك الالم وهذاك التحديات وهذاك الدموع وهذاك الفشل وهذاك ديال صافي انا كنقول الحمد لله، انا ممتنه وفرحانه وكنتفكر ديك التجربه وكنقول واو انا كنت محظوظه نعيش هذيك التجربه. فكاينين حوايج اللي فعلا ما كنعرفوش النتيجه ديالهم وما كنعرفوش القيمه ديالهم حتى كدوز مده، حتى كدوز واحد الفتره طويله
دابا انا باش كنعيش وباش كنحاول باش كنكمل بهذاك الباكاج اللي تعلمت في هذيك الشهور، وداك الشيء اللي دوزت، وداك الشيء عاوني انك كتلقى ناس كيحسوا غالبا بزاف د الحوايج اللي انت كنتي كتحس بهم ملي كتقولهم للمحيط ديالك كيستغرب واش كتخربق شنو، ما كيقدرش يستوعبها. كتقول انا ما كنتش كنتخيل هادشي بصح كاينين الناس كيحسوا بنفس الالم اللي انا كنحس به، كيعيشوا تقريبا نفس التجارب مشابهه. يعني ديك العلاج الجماعي كان واو، انك كتجلس كنكونوا 3 4 في جروب، كتشوف الناس كيفاش كيعيشوا كيفاش كيفكروا، كتقول واو بحالي كندوز من هذه الحاجه، كنفكر بهذه الطريقه، كنشعر بهذه الحوايج بهذا الشكل. وباختصار المهم اللي جيت نهضر على اجمل حاجه عشت في تجربه المستشفى، انا شفت تقريبا معجزه شفتها في هذاك المستشفى، ما غاديش ننساها. وكل ما كنتفكرها قلبي كيتحرك، عيني كيدمعوا. هو انه فاش دخلت انا المستشفى تلاقيت واحد البنت اللي كانت قبل مني بشي 4 شهور. يعني تخيلوا راه قربت دوزت مده طويله في المستشفى. تعرضت لصدمه صراحه، انا ما عارفاش التفاصيل لانه واخا كنديروا علاج جماعي ما كنعاودوش التفاصيل على راسنا، كنعالجوا مواقف الى غير ذلك كنعيشوها، ولا تجارب ولا اشياء كنشعروا بها بالجسم، بما انه مستشفى الطب النفسي الجسدي يعني فهو كيكون غالبا كيفاش الاشياء النفسيه كتاثر على الجسديه وكيوليو عندك الام جسديه الى غير ذلك. فهاد السيده كانت تعرضت لواحد الصدمه، اظن شافت شي حاجه او عاشت شي تجربه وما بقاتش كتمشي وما بقاتش كتكلم، فقدات القدره على المشي وعلى الكلام. طبيعه الحال قبل الانسان ما كيوصل لهذا المستشفى خصو يكون دوز جميع انواع العلاجات، يعني خصو يكون داز جميع انواع الفحوصات يكون دوزها كامله، وجميع التخصصات اقرت انه هذا الانسان سليم، ما عندوش حاجه جسديه اللي يمكن تبان في التشخيص. عاد كيوصل الانسان لهذا المستشفى فهي عاشت تجربه، وطبيعه الحال كانت دوزت بزاف د المستشفيات وهذا. مهم في الاخير ما كانتش كتمشي وما كانتش كتهضر. هاد السيده كانت في الجروب ديالي والمفاجاه اللي غنعيش، مهم هي كان كيجي عندها واحد ثيرابيوت كيدير لها ثيرابي باش ما تقدر تحاول توقف تمشى. نتوما عارفين بحال واحد من كيتعرض لشي حادث وكيبدا الفيزيوثيرابي. وما كانتش كتهضر، هي كانت غير بالحركات ولا كتكتب حتى في الثيرابي ديالها. مهم ما كتقدرش، هي كتحاول تقدر ولكن الكلام ما تيخرجش. فالمفاجاه اللي غنعيش هو كنظن الاسبوع الاخر ديالها قالت لنا زعما كانت شويه بدات كتهضر، فهي هزات يديها زعما بغات تقول شي حاجه وقالت، المهم كانوا الكلمات شويه مقطعين ماشي واضحين، ولكن قالت زعما انا عندي لكم اليوم مفاجاه. ووقفات. كنتفكر هذيك اللحظه ما عمرها نقدر ننساها، حيت انا بالنسبه لي تما شفت عظمه العلاج النفسي، شفت كيفاش واو، يعني فرحت بزاف كيفاش ديك البنت مسكينه تقدر ترجع للحياه الطبيعيه. ممكن شويه الهضره ديالها باقي ثقيله، ولكن فاش وقفات وحاولت توقف وقالت اليوم زعما انها اليوم دارت اول خطوه بوحديتها. فاش كنتفكرها كنفرح وكنزيد نآمن انه العلاج النفسي قوي 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 وعنده تأثير وعنده نتائج واو، وعنده نتائج ملي الانسان كتبقى كتحاول كتبقى في بلاصه ماشي في بلاصتك واقف، ولكن كتبقى متشبت بانك غتوصل وانك غتغير وان الحال غيتبدل. فهذه كانت من اروع التجارب اللي عشت في المستشفى، وفرحت بزاف وديما كنتفكرها وكنقول يا ريت لو كان عندي تواصل معها ونقدر نشوفها. مهم كنتمنى نكون عطيتكم نبذه على المستشفى، على العلاج. وكان بغي نقول لكم تهلاو دائما في صحتكم، ماشي عيب الانسان يمر بتجارب سيئه ويفشل ويقلب على الشخصيه ديالو اللي كتشبهه اللي هو كيرتاح فيها، يراجع نفسه شنو الاشياء اللي كتآديه في علاقته مع الناس، في علاقته مع المقربين، شنو الاشياء اللي ما كيرتاحش فيها. يعني هذه اكثر حاجه تقدروا تستافدوا منها، هي تهلاو في راسكم وفي صحتكم، لانه الصحه النفسيه هي اهم حاجه. الصحه النفسيه هي البدايه والنهايه.
فكنتمنى الناس توعى بهاد الحاجه، ماشي عيب تمر بتجارب سيئه وبفترات سيئه. طبعا انا الحمد لله اليوم انا في حال افضل جدا جدا، ولكن عادي انا طبيعي اننا كنمر بلحظات كنعاودو كتكتئب، كتمرض، كتتعب، كتجيك كريزه، ولكن الحمد لله الانسان ملي كيتعلم وكيوعى وكيولي عارف كيفاش يحلل المواقف اللي كيعيشها والفترات اللي كيعيشها، وكتقول اوكي انا هاد الايام انا ماشي مزيان، انا متعب، انا مرهق نفسيا، انا كنحس راسي عيان، انا خصني نبقى بوحدي مع راسي. هذه اشياء جدا طبيعيه، وهذه اشياء خصنا نبقاو نحترموها عند الناس ونتفهموها ونعرفوا انه احنا بشر والحياه كتولي عام على عام متعبه اكثر، مرهقه اكثر، كتمشي بسرعه اكبر، وهذا طبيعي ياثر على نفسيتنا وعلى الحياه اليوميه ديالنا. فكنتمنى يكبر الوعي في هاد النقاط هذه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا معايا. الى عندكم شي اسئله خليوهم لي في الكومونتير، الى عندكم اقتراحات خليهم ليا. كنتمنى لكم رمضان كريم. ما كنضرش هذه الحلقه غندير لها مونتاج، غنخليها هكا عفويه، هضرت معكم من القلب الى القلب، واخا تجي طويله اتس اوكي، اولا ربما نقسمها على 2 الاجزاء اذا كانت طويله. وكنتمنى لكم رمضان مبارك وعافاكم في رمضان، تهلاو في صحتكم بزاف، في الروحانيات ديالكم هذا الشهر، باش الانسان يزيد يدير الفوكس عليه وعلى راسه من الداخل ومن خارج، جسديا ونفسيا. وشكرا لاي واحد كي تبارطاجي الفيديو مع الناس، مع صحابه، لانه هذا الشيء انا ما غيفيدني بوالو. انا ما كنديرش ما كنخدمش في يوتيوب، ولكن كنتمنى هذا الوعي يزيد يكبر ويزيد ينتشر، حيت الحياة كيفاش كتقدم حنا محتاجين للوعي في هذا المجال هذا. وشكرا لكم بزاف، باي باي.